هل طيب اهلك حاطين عليك اي اكسبكتيشن من وانت صغير ولا ما كانش فيه خالص؟ هو طبعا امي، طبعا انا عيلة امي كلها دكاتره، فهي كانت نفسها ان انا اه. اطلع دكتور زيهم، فكانت الاكسبكتيشنز ان انت تطلع دكتور زيهم. وانا كنت دراسيا اللي هو عادي نص نص يعني. انا خريج كليه تجاره، فاللي هو القشطه، لا اللي هو المتفوق ولا اللي هو اللي واقع، في النص يعني. فكان دي الاكسبكتيشنز دي كانت بتتحط كتير قوي زمان من اهلي عليا. خيبت امالهم في الاخر ما دخلتش كليه الطب، ما دخلتهاش في الاخر. طب ودلوقتي؟ بص، هو اهلك عموما يعني هم عايزينك مبسوط. يعني انا مثلا بابايا بياخد باله من الحاجات اللي انا بعملها شويه. انا امي مثلا لو جيت كلمتها وقلت لها ماما انا عملت مثلا، جالي بروجكت حلو قوي مثلا في امريكا، بجد يا حبيبي، طب ارجع يلا اعمل لك صينيه لحمه وفاهم بطاطس، فاهم؟ مش انت مبسوط؟ انا تمام. فيعني ما يعني مامتك عايزك تشوفك مبسوط سعيد وخلاص، عشان انت مبسوط تمام. فمش هيفرق معاها مثلا ان انت جالك بروجكت كبير او بروجكت صغير. هي مبسوطه بيك دايما؟ مش انت مبسوط، انا مبسوط. ابويا يعني لا بياخد باله، ممكن بيجي يديني كومنت. بابايا بياخد باله شويه. امي لا طب تعالى يلا بقى معانا في البيت بقى، اعمل لك غدا النهارده بدل ما تاكل من بره.